اقسم بالله العظيم ما يحدث داخل النادي الاهلي في الفترة الاخيرة دي لا يليق بالنادي الاهلي ولا بجمهور النادي الاهلي. يعني وكنت اتمنى ان ارى نتائج تليق باسم النادي الاهلي بعد اجتماع الكابتن محمود الخطيب بريبيرو محمد يوسف وعماد النحاس. ولكن يبدو انه الموضوع معانا رغم انه كرر نفس السيناريو ونفس النداءات ونفس الانتقادات، الا انه الكابتن محمود الخطيب للاسف الشديد في هذه المره لم ينتصر للاهلي وجمهوره، في ظل ما ان الجميع بينادي انقذوا الاهلي من خطر ريبيرو، الا انه الكابتن محمود الخطيب طلع بالاجتماع ده بعده قرارات. يعني اول مره اشوف في حاله من الانقسام الحاد في الراي داخل اداره النادي الاهلي على هذا الرجل اللي هو ريبيرو. اول مره اشوف حاله من الاجماع الرهيب من الجمهور والاداره على هذا الرجل. لكن الكابتن محمود الخطيب له راي اخر، رغم ان الفرصه في ايده دلوقتي افضل واسهل من انه يستمر لمنتصف الدوري. تم طرح الاستعانة بمدير فني يليق باسم النادي الاهلي ويتمناه الجميع، لكن الخطيب قال لا. الخطيب قال ايه؟ لا. ارى من رأي الخطيب انه للمرة الاولى في تاريخه لم ينتصر للاهلي وجمهوره، وهو من قال انا من سأتحمل نتائج هذا الرجل اللي هو ريبيرو. ليه يا جماعة الناس دلوقتي بتقول مشوا هذا الرجل؟ لان دي البداية الأسوأ للنادي الاهلي في الموسم. الراجل ده يا جماعة مجمل مبارياته مع النادي الاهلي 6 مباريات. انت متخيل؟ فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مباراة، يعني فاز مباراة واحدة. الراجل ده في حالة من القلق وعدم الإبقاء عليه من قبل المختلفين مع كابتن بيبو في الإدارة. ليه بقى؟ تغييراته، إدارته للمباريات فيها نوع من القلق، فيها نوع من الجهل بالشيء. ده انت لعبت غزل المحلة ومش قادر تغير مجريات المباراة عشان تفك التكتلات، بتطلع عتاولة وبتنزل ناس مجهولة الهوية. ده انت لعبت مين قبل كده وتعادلنا معاه يا جماعة؟ ذكروني بس، احنا لسه ما قابلناش حد خالص ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعادلنا مباراتين وفزنا واحدة فقط لا غير، وهي دي اللي فازها ريبيرو. ويعني الكابتن محمود الخطيب ما زال بيراهن عليه وبيقول احنا مش هنعامل مدرب بالقطعه. مش النادي الاهلي اللي كل ما يتعادل مباراتين او يتغلب مباراه نقول مشي المدرب. طيب خلونا نعرف بس مين المدرب اللي الاغلبيه في الاداره محتاجاه وبتقول محتاجينه وبتقيس الاستعانه به على امثال ناس الاهلي اتعاقد معاها ما كانش في الحسبان ان الاهلي يتعاقد معاها. طب الاول عايزين ايه؟ احنا عايزين نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده الثواب العظيم اللي بنكسبه دايما من فيديوهاتنا. اول مره بتتابعونا اشتركوا في القناه وفعل الجرس اضغط لايك عشان يوصلك كل جديد. المختلفين مع بيبو في الاجتماع عايزين يمشوا الراجل ده واحنا لسه على حق، يعني على بدايه الطريق. ونستعين مين؟ بفايلر. فايلر مدرب شخصيه قويه، شخصيه تكتيكيه، شخصيه بيعرف يكسب بره قبل جوه. ما كناش بنحمل هم للدوري مع فايلر. 4 بتكسب، 5 بتكسب، 3 بتكسب، كنت بتاخد الكل كف لف. حتى يا اخي في افريقيا كنت بتناوم صن داونز من قبل المغرب عادي. لكن الراجل ده لحد دلوقتي تغييراته وسيناريوهاته نفس سيناريو كولر في فترته الاخيره. لكن الخطيب قال لا. طب البعض بيقول له لا ليه؟ الراجل مشي ظروف كورونا، الراجل كان وقدم كل اوراقه قدامنا مكشوفه.
ما غدرش، ما خناش، ما ضحكش علينا، ولكن كان حريص على قصته كده. كابتن محمود الخطيب قال لا، هنكمل بريبيرو. طب احنا على الوضع ده الله اعلم، ده احنا لسه هنقابل بيراميدز، وهتقابل المصري، هتقابل الزمالك، ده انا بعد لك الفرق همت يعني عتاوله، غير بقى الانديه الصغيره اللي بتعمل معانا التكايه زي ما شفنا كده بالامس. فيش عقوبات عشان نكون واضحين، ما فيش عقوبات على اللاعبين، ولكن رساله الكابتن محمود الخطيب لريبيرو ولاعبي النادي الاهلي: مش ناقصكم حاجه، فرقه مدججه بالنجوم، فرقه كلفت خزينه النادي كام مليارات، قدموا بقى. فين روح الفانيلا الحمراء اللي افتقدناها؟ القصه مش قصه تعادل، ده غازي محله فرقه اصلا عريقه وجماهيريه والله العظيم مش بنبالغ فيها يعني، ولكن ده الطبيعي بتاع غازي المحله. لكن انت كنادي اهلي، زيزو وتريزيجيه وشريف وجريشار وشرقي وبن رمضان وايه، بسم الله اكبر، مين تاني؟ نجيب مين تاني اصلا؟ احنا معانا منتخب مصر، وان تكون دي النتيجه لا، يبقى في مشكله. كل اللي اتمناه النهارده، انه الكابتن محمود الخطيب يعني يعيد حساباته بسرعه، لاننا الدوري ده بالذات، الدوري ده بالاخص ما ينفعش اننا نخسره. ليه؟ انت عملت توليفه مفيش حد يقدر يعملها في الدوري المصري على الاطلاق اصلا، محدش يقدر يعملها. انت وقفت فرقه على رجليها تجيب لك الاخضر واليابس في شكاره وهي جايه، وتحط في بطنك بطيخه صيفي. طيب، لكن نبدا الدوري بالطريقه دي وبالشكل ده، يبقى الدوري بنادي حد اخر، يعني انا بتمنى النهارده والله ان الحد الاخر ده يخسر النهارده من فاركو او يتعادل على الاقل يعني. لكن لو كسب وجيت انت تعادلت مع بيراميدز لا قدر الله، هو بيفرق عنك 8 9 بونت، وضاع الاثنين يا حبيبي، وطلع الزمالك والمصري في العلالي. عشان كده بقول يا كابتن بيبو، مباراة بيراميدز، جمهور الاهلي بقول لك من فضلك، هي مباراة المرور من عنق الزجاجة، ان لم تفز فعلى ريبيرو الرحيل. ده مش هقول على الاداره، لا، على ريبيرو وجهازه الرحيل. عندك عماد النحاس يقدر يكمل، وشفناه لما مسك الاهلي في الفتره الاخيره، اكتسح، جاب عدد المباريات المطلوبه وحصد فيها جميع النقاط، واستغل اخطاء المنافس. يجي احنا النهارده بالفرقه دي ونرمي الفوطه بدري، لا، تبقى في مشكله، واتمنى انه ما يحصلش مشكله. ده اللي نبض الشارع الاهلاوي، وده ملخص اجتماع الكابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني اللي عقد منذ ساعات قليله، وتم رفض الاستعانه بفايلر ويعني تجديد الثقه في ريبيرو. وليس كل ما ينشر على القنوات الاخرى يصدق ايها المتابع المحترم، دور على بقولك الحقيقه. وهنا باذن الله بنتشرف وبنفتخر باننا بنقول الحقيقه. الى ان نلتقي في فيديو اخر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.